عودة محمد نور للاتحاد تؤيدها؟ انا قلت ايدها اكثر من مره واتمنى انه يرجع من الباب الكبير. كيف؟ كيف يعني لما يعني في يوم وليله فجاه بدون اي مقدمات يتم يعني اخراج نور من نادي الاتحاد، وهو القائد التاريخي والاسطوري، اللاعب الذي رفع 21 بطوله، اللاعب الملهم في الفريق والمدرج، لاعب ما مر يمكن يعني على حسب تجربتي يعني في السنوات ال20 او ال30 سنه الماضيه احد وصل صراحه لمكانه نور، حتى مقارنه بكثير من اللاعبين. لاعب قاتل من اجل نفسه، من اجل ناديه، ثم يخرج بهذه الطريقه غير اللائقه. خلينا نتفق مثلا نور مثلا تراجع مستوى، نور يعني لم تعد الا له سنوات قليله، لكن الامثال نور ما يخرجون بهذه الطريقه غير اللائقه. واللي عامل نور بهذه الطريقه اتوقع وما زلت اتوقع انه يخرجوا من الباب الصغير. معلوماتنا مصادرنا يعني في عندنا عده مصادر تقول انه الاتحاد بقياده ابراهيم البلوي فاوض نور الوقت الحالي. لا والله انا ما سمعت انه مفاوض، ولا حتى انا سالت ابراهيم عليها، ابدا ما صار. يعني ابدا ما صار، بس يعني التوجه العام في الاوساط الاتحاديه مع تولي ابراهيم البلوي رئاسه نادي الاتحاد اصبحت الاماني اكثر واقوى بعوده هذا القائد حقيقه، وانا من الناس اللي اتمنى يعود صراحه. مبدع مع النصر ها؟ النور طول عمره مبدع حقيقه، نجم يعني. انت يعني بس انه اثبت في النصر خطا او غباء قرار تسريح لاعب وبهذه الطريقه. الان هو من المساهمين الان في تصدر النصر واقترابه من بطوله الدوري، من المساهمين في تحقيق كاس ولي العهد، يعني يمكن لو استمر داخل السنه وحققوا بطوله ثالثه، هذا ما ايش يعني؟ هذا اقوى رساله رد من محمد نور لمن اتخذ القرار الغبي.